الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الأحداث التي تقع على الإنسان بفراق الأحباب والأصحاب والأخوان والجيران والأبناء والآباء هي موعظة من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أننا نسير إلى هذا الطريق وإلى هذا الدرب، لكن الموفق من وفقه الله عز وجل للعمل الصالح، من ختم الله عز وجل له بالحسنى، من كان من المصلين، من كان من الموحدين. فمهما كان نعيم هذه الدنيا إذا عذب الإنسان نسيه، ومهما كانت شدة هذه الدنيا إذا نعم الإنسان نسيه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة فيقال له: هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت بؤس قط؟ يقول: ما رأيت شدة قط ولا مر بي بؤس قط. ينسى الدنيا وما حل عليه فيها من البلاء والعذاب والشدة، بينما صاحب النار يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة فيها فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. فيا أيها الأخوة، علينا أن نستعد لهذا الموقف. نحن اليوم نحمل وغدا نحمل، نحن اليوم نصلي على الجنازة وغدا يصلى علينا، نحن اليوم ندفن وغدا ندفن. يعني أعظم موعظة، إلا أن الغفلة تسلطت على الناس، وإلا تجد أحدنا قد مات أبوه أو أخوه أو ابنه أو جده أو عمه أو جاره أو صاحبه، كل موعوظ بمن حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالموت واعظا، كفى به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني ما ذكر في موطن إلا جعل الإنسان يزهد فيه. لو ذكره الإنسان مع عروسه لزهد في عروسه، لو ذكره على طعامه وشرابه لزهد في طعامه وشرابه. جاء في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قدم له طعام وكان صائما، فلما أراد أن يأكل ذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد، فدمعت عينه وزهد في الطعام. هذا هو الواقع يا أخوة. لا نغفل عن طاعة الله. ما عندنا ضمان أن نعيش 60 سنة 50 سنة 70 سنة 40 سنة، ما عندنا ضمان. لو كان عندنا ضمان أننا نقول خلاص نستخدم 45 سنة في ملذاتنا وتبقى هذه ال5 سنوات نجعلها للطاعة، ما عندنا ضمان. قد أموت وأنا أتكلم معكم الآن، يموت وهو بينكم. أصبحنا في وقت سبحان الله أكثر الناس يموتون قال: والله كان عدو معي الآن، والله اتصل لي قبل قليل، آخر محادثة بيني وبينه. ما هناك مقدمات للموت. الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. فهذه موعظة لي ولك. هذا الميت الذي بين أظهرنا الآن هو موعظة لي ولك أننا سنكون مثله بعد أيام، بعد ساعات، بعد شهور، بعد أعوام، الله أعلم. كل نفس ذائقة الموت، ثم توفون أجوركم. كل نفس ذائقة الموت. من هو الرابح؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الرابح. وأغلب الناس لا يزحزحون عن النار،
بل يدخلون في النار وبئس القرار. كثير من الناس تارك صلاة، فرط في الصلاة، مضيع لطاعة الله، شغلته الدنيا، ألهته عن الطاعة، ألهته عن بر الوالدين، عن قراءة القرآن، عن صلة الأرحام، عن الإحسان إلى الجيران. يا أخوة، نقدم لأنفسنا